السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. طبعا اليوم رجعت لكم مقطع جديد. اليوم راح احكي لكم على موضوع كلش حلو وموضوع مهم بالنسبه للطلاب، هو شلون ممكن اجيب 100 بالوزاري باي ماده كانت. راح تقول لي ها هذا شيء مستحيل، كل شيء مع استفاد من الفيديو. اذا هاي نظرتك اطلع من الفيديو. بس هسه انا راح احكي لك شلون كلش ممكن انه الواحد ممكن يطلع 100 باي ماده يريدها. لازم تخلي ببالك انه اكو شيء اسمه ترك. ليش؟ لان انت بالعاده مثلا بالرياضيات راح يجيك عباره عن 150 درجه او 160 درجه انت تجاوب على 100، يعني جايك تقريبا 16 سؤال انت عندك 6 اسئله ترك، يعني تقريبا نسبه الترك هي عباره عن 30 35%. 30 35%، اذا انت لازم تجاوب على 65% من الاسئله وتترك 35%. ولازم تخلي بالك انه اغلبيه اسئله المدرسين سواء بالمدرسه، اسئله شهريه، اسئله نص السنه، اي اسئله كانت ما يجيبون بها نسبه ترك عاليه، بس نسبه الترك اللي موجوده بالاسئله الوزاريه كوما وهوايه. تمام، فخلي بالك هذا الشيء. وثاني شغله هسه راح احكي لك على كل ماده نسبه الترك من عندها شقد. يعني هسه مثلا حكينا اول ماده اللي هي الرياضيات، نسبه الترك من عندها من 30 ل 35%. ومثلا امتحان الأحياء نسبة الترك دائما يجيبون 150 درجة إلى تقريبا 145 درجة، وترك من عنده 50 ل 45 درجة ترك. فهسه راح اطلع لك صورة هنا، راح اشوفك انه شقد نسبة الترك بالمواد. يعني انت خل احكيك شغلة، انه انت بتيجي تمتحن الاحياء فانت اوريدي عندك تقريبا 45 ل 40 50 درجة ترك حسب السنة وحسب الدور ترك. يعني انت ما مجبور تجاوب الاسئله كلها لان عندك كميه ترك حلوه. يعني فرضا انه انت ما مضبط في شغله معينه وجدتك هاي الشغله بالامتحان، فهل اقدر اتركها؟ اي نعم، انا ما انصح اي احد انه يعوف اي شيء، بس في حال انه مثلا بنص الامتحان فجاه انه نسيت هاي المعلومه راحت من بالك، هل كلها تطير؟ لا، ماكو شيء. مرات اكو ناس تقول والله انا المية صعبه كلش هواي. ليش؟ لان بمجرد ما انسفت قانون واحد فهاي المية طارت، غلط واحد المية طارت. لا، فهنا انت تقدر تترك فد شغلة معينة على اساس انه تجيب المية. تمام، فخلي بالك هذا الشيء. يعني هواي طلاب ما يحطون ببالهم انه اكو شيء اسمه ترك. اذا انت جيت حليت الاسئلة الوزارية كلها وضبطت المادة كلها على اساس انه ماكو ترك، من تجي بالامتحان راح تجيك اسئلة بها ترك، فحتى لو انه انت تعرف جوابه بس انه ما متأكد 100% فعادي عوف. تمام، هو طلاب اعرفهم انه يروحون يمتحنون بالاسئلة الوزارية يعني يجيبون 100 واكو بعد اسئله يعرفون جوابها، بس يعني اكو ترك. ليش؟ ما مجبور احله فيعوفه، بس هو حتى السؤال الترك يعرفه. فانا قلت لك انه اكو نسبه ترك كلش عاليه. وهاي الصور مال نسب الترك، وكل المواد نسب الترك بيهم من 30 الى 35%. يعني نسبه كلش عاليه. يعني انت تقريبا اذا مضبط 65% الى 70% من الماده فانت نسبيا تمام نظريا تقدر تجيب 100. تمام، ما اقول لك انه والله شنو حلو دكتور كاظم قال لي انه اني لازم اضبط 60% من الماده، فانا ايش راح اسوي؟ اول شيء راح اجيب الفيزياء، راح اجيب 60% من الفيزياء. شنو؟ راح احفظ الفصل الاول الثاني الثالث الرابع والخامس، السادس السابع الثامن راح اعوف. ليش؟ لان كاظم قال لي انه والله نسبة الترك 35%. ماكو هيك شيء. ليش؟ لان نسب الاسئله تجي بالتساوي على الافصل، فانت اوريدي لازم قاري كل الافصل. فخلي بالك هذا الشيء. بس انت بالامتحان اذا اكو فد شيء من الفصل ما مضبطه فتقدر تتركه. نسبة 30 35% كلش عالية. فمن تجيك اسئلة 7 اسئلة جاوب عليهم كلهن وماكو ولا ترك، فهنا لازم انت مضبط المادة 100% وما كل المادة. بس هنا انت قلت لك انه اكو ترك عالي فوضعك لوز ولوز. وشغلة ثانية، ليش تقدر تجيب 100 بكل المواد؟ عادي كلش طبيعي، بأي مادة تريدها أشر لي على مادة وأقول لك شلون أطلع بيها 100. ليش؟ لأن بالعادة بصراحة إنه أسئلة امتحانات نص السنة والمدرسين يجيبون بيها شوية فيكات، بس أسئلة الوزاري دائما واضحة وبيها نوع من الصعوبة شوية مو هواية. ليش؟ لأن أكو فد أسئلة دائما تجي صعبة حتى تفرق بين الطالب اللي قاري واللي ما قاري. بس الشغلة اللي هي نسبة الأسئلة الوزارية المكررة. طبعا انت اذا رجعت قبل 7 سنوات 8 سنوات فانت ذول الطلاب السادس ما كان اكو شيء اسمه اسئله وزاريه. هسه انت بس افتح اي شيء راح تلقى لك الاسئله الوزاريه كلها نازلت لك ومقسمه حسب الافصل حسب المواد حسب المواضيع كلها، مجرد انت تيجي تحلين قبل فانت وضعك مسيطر. هيجي تجي اسئله كلها جالسه قبالك بس تحل. بس انت جاي تطرد النعمه، اكو واحد ملخص لك اياها كلهم حلين يا اخي، يعني بسيط.
يعني انت لو تجي على نسب الاسئلة الوزارية المكررة هي من 95 الى 97%. يعني كل الاسئلة الوزارية من اي سنة تلزمها راح تلاحظ انه نسبة تكرار يعني نفس السؤال جاي بغير سنة جاي لك هنا، نسبة التكرار عبارة عن 95 الى 97%. زين كاظم، هل يصير اكتفي بالاسئلة الوزارية؟ انت اذا تريد تطلع معدل 100 فما يصير. احفظ المادة وراها تعال حل لك الاسئلة الوزارية مالتها حتى انت شنو تضمن الدرجة الكاملة. حلو؟ واضحة. فخلي بالك هذا الشيء انه نسبة الاسئلة الوزارية اللي تتكرر هي من 95 ل 97%. وهاي الورقة اللي راح تطلع لك او هاي الارقام اللي راح تطلع لك مبين بها نسبة الاسئلة الوزارية المكررة لكل مادة. تمام؟ خلي بالك هذا الشيء انه اللي ما يقرأ اسئلة وزارية فهو يعني طرد النعمة. شايف واحد من يطرد النعمة يعني من تجي النعمة يقول لك يلا هاك، يقول لك ربك ينطيك فرصة، بس لا عبد ما يعرف يستغل. يا اخي هاك الاسئله الوزاريه مقسمه حسب المواد حسب الافصل كل شيء، يعني بعد اكثر من الدلال شيء يعني ما الابو الوزاري يجي يكرر لك كل هو مو تكرار انما هي هاي الماده اللي ممكن تجي من عندها الاسئله. فالاسئله الوزاريه يعني هسه انا اذا تشوف محاضراتي جوا راح احط قناتي مال الاحياء جوا بالدسكربشن، تقدر تروح تشوف محاضراتي مال الاحياء، وهي كل محاضره احل الاسئله الوزاريه من سنه ال 88 لحد سنة 2022. يعني بالمحاضرة نفسها أحلك الأسئلة الوزارية كلها حتى الطالب مالتي من يجي يمتحن بالامتحانات نص السنة والامتحانات الوزارية فهو اوريدي أنا شارح لك كلهن وحالهن كلهن وشلون طريقتهم وش وقت جاية وبيا دور ويا سنة كلهن أنا أحلهن بالمحاضرة نفسها. فإذا أنت حاير على منو تقرأ احياء راح احط لك قناتي مال احياء، انا اشرح احياء تقريبا مكمل المنهج كله موجود باليوتيوب تقدر تتابع. حلو. فخلي بالك انه هاي النقطة كلش كبيرة انه الاسئلة دائما تتكرر مجرد اذا اجاك فقط تغيير ارقام شوية فهذا كلش طبيعي، مرات حتى نفس الارقام. والشغلة الرابعة اللي تخليك تجيب 100 اللي هي اسئلة الفصل. يعني لك مو اسئلة الكتاب تجي انت بس انت هنا قرأت الكتاب كله فما ما سوي شيء. انا دا احكي لك على اسئلة الفصل هي دائما تتكرر وبنسب كلش كبيرة من تقريبا 25 إلى 35% من اسئلة الكتاب اساسا تجي. تمام؟ فعندك هاي ال 35% إلى 25% من اسئلة الفصل، عفوا ما دا اقصد اسئلة الكتاب، اسئلة الفصل. يعني هسه مثلا بالفيزياء دائما عندك كل سنة وكل دور وبأي زمن ممكن راح يجيك سؤال عبارة عن سؤال اختيارات عليه 10 درجات كله من أسئلة الفصل. دائما أسئلة الفصل مال الفيزياء دائما تلقى لك اختيارات ذني، فدائما ذني يتكررن بأسئلة الوزاري دائما عليها 10 درجات. فأنت هاي 10 درجات مضمون عبارة عن اختيارات موجودة بأسئلة الفصل. ونفس الشيء لكل المواد دائما بأسئلة الفصل تجي من 25 إلى 35 درجة. فأنت مرات اكو طلاب يعني عندهم مثلا كتاب ملزمة الفيزياء لأي مدرس كان بس هم ما يشوفون الكتاب، هو اصلا ما شايف الكتاب اساسا، فانصحك انه على الاقل تنزل كتاب PDF تروح تحل اسئله الفصل مالك. تمام؟ بنهايه الفصل حلين 1 2 3 حليتهن السلام عليكم وعليكم السلام. والشغله الخامسه اللي هي دائما تحتارون بها الاسئله الاثرائيه والخارجيه. كل الناس يعني انت ليش متعب نفسك الاسئله الاثرائيه والاسئله الخارجيه؟ دائما الناس متعبة نفسها وياها بس هي ما تجي بالامتحان الوزاري. الأسئلة الوزارية مثل ما ذكرت لكم أسئلة الفصل والأسئلة الوزارية المكررة من السنوات السابقة. إذا هي مكررة من الوزاري أنت قاريها فهي ما تعتبر خارجية وإثرائية لأن أوريدي هم يعني أنت إليك القابلية إنه تراجعهم وتقراهم، فمجرد إنه حتى لو ما حليتهن ورقة وقلم على الأقل اطلع عليهن، فهذا الشيء راح يساعدك كلش. إنه أنا عرفت انه الوزارة شلون تجيب الاسئلة الاثرائية والخارجية ما تجي خطيتك بهالركبة، ما تجي مجرد اقرا لك الاسئلة الوزارية والاسئلة اذا جاك شوية سؤال بيه فيك مثل ما قلت لك اكو 35% نسبة ترك. ليش تقعد والله تقرا لك 5000 سؤال خارجي واثرائي وتتعب نفسك ومخك يتعب وتروح بعيد عن المادة، حتى المادة مالت الكتاب تخربط بيها. اسئلة وزارية اسئلة الكتاب السلام عليكم. وسادس شغلة اللي هي الأسئلة الوزارية من ذكرت لك ياهن إن شاء الله راح تلقى الرابط مال ذن الملازم مال الأسئلة الوزارية. صراحة أنا هم اعتمدت عليها بوقتها كلش استفادت من عندها. راح أنزل لك إياها كلها جوا قناتي مال التليجرام، دائما أنزل بيها نصائح أو حكي كلش يفيدكم وقراءات الوزارة وكل شيء. راح تلقى الرابط مال قناتي مال التليجرام جوا
راح انزل بيه كل الملازم والاسئله الوزاريه اللي راح تحتاجونه، كلها راح تلقوها جوا بالوصف. تمام؟ فاذا ما مشترك بقناتي مال تليجرام جوا، فاشترك بيها ونزل كل الملازم هاي واقراهن ويا. مثلا انا خلصت الفصل الاول مال احياء، حلو، اروح احل الكم سؤال وزاري اللي جاي من سنه 88، اجي احلهن حتى لو ما حليتها اقراهن شفه هيك. يعني لا تقول لي انت ورا فصل ما عندي ساعه واحده اقعد اراجع بيها الاسئله الوزاريه، ماكو هيك شيء، فخلي ببالك. طبعا وصلنا لنهايه الفيديو، فاذا بعدك مصر انه مستحيل اجيب 100 بالامتحان الوزاري، ما يفيد وياك الحكي. بس اتمنى استفادت من الفيديو، وراح تلقون الملازم جواب بالدسكربشن. بس في امان الله.